كوكو عسلامة البنات، شحويلكم ان شاء الله الناس الكل لاباس وبألف خير يا ربي. اليوم دبارتي قلت ايا اتحرك شوية نطيبو شوية خبي زيت بالفرينة الشعير. دونك رسيت اليوم سهلة وخفيفة وخبزة ياسر بنين وطري. ما عليكم كانت تتبعوا لي زيتاب اللي انا توا باش نقولهم لكم، اما انا راني عملت كونتيتي اقل من الكونتيتي اللي انا باش نقولها لكم. دونك 3 كيلات فرينة قمح والا شعير، عليهم 3 مغارف زيت زيتونة، عليهم شوية ملح كما انتم تحبوا، وعليهم الخميرة تكون لازم تكون انت من قبل محضرتها، حتى شوية سكر وشوية ماء دافي وحكايتك هيك درايج درجين وتحطها على الخليط اللي انت عملته به. وبالنسبة للسر التراوت والعجينة الخبزة باش تجيك طرية، راهو الخل لازم تحط 3 مغارف خل، الكونتيتي اللي انا كنت نحكي عليها توا. وفي الخميرة ماذا بيك زيد تحط شوية السكر، خاطر السكر يطلع الخميرة معروف. اللي يعيشوا في ألمانيا بالنسبة للفرينة راهي عن لهنا غوغن ميل تتسمى، وبالنسبة للخل أنا استعملت خل ماركايا. نخلطوا الخليط بالسباتول كما تشوفوا، نقعد نلم فيها صدقوني البنات بالحق رسيت ياسر طيارة وبنينة على الاخر. انا ما كنتش تصور اللي الفرينة اول مرة نستعملها على فكرة، ما كنتش تصورها اللي هي باش تجي بنينة وفاوحة على الاخر. به بعد ما انا عجنتها تحطها في الماكينة والا بيدك 5 دقائق لتولي عجينة متماسكة، ونغطيها بالبابي سلوفان، نخليها ترتاح حكاية سويعة باش تتخمر وتاخذ فيها الخميرة وتنفج لك وتطلع لك حاجة باهية. بعد ما خمرت لي بعد سويعة انا نشد نكعبرهم كعابر ونغطسهم في سميد ونحلهم بالقلقال باش تجي فيها كالتكستور اللي من الفوق، تبدا هكا فيها كالحروشية وتعطيها اللون الدوغي المزيان، تعطيها لون محلي 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 محلي. تحطوها بعد ما تفتروها بالقلقال، تفرشها على طبق الفور والا اي طبق عندك. وننصحكم بربي ما تحلوهاش برشا معناتها خليوها خشينه شويه الفطيره باش كي تحط تجيبلكم تبدا محليها مكعبره ومرفجه، هكا التنفيجه تاخذ فيها فهمت، تبدا محليه تبدا صغيره ومكعبره. انا حليتها على الطبق وباش نغطيها فوالا، نغطيها ونخليها تتخمر 20 دقيقة. لازم تتبعوا لي زيتاب هذوما باش تجيكم الكعبة ناجحة، باش بعد ما تقولوا ليش هاي يابسة هاي ما نفشتش هاي ندرى شنو. بعديكا نحطوها تجيب على الطاجين هاك تشوفوا كيفاش طلعت النبابل متاعها. الخميرة خذيت فيها او خذيت وقتها ونفجت الكعبة، وتقعدوا تقلبوا فيها هكا بشوية اللي تجيب من الطرف متاعها تجيب الباهي، وكي تجيب من الفوق ومن اللوطة ماذا بيكم على جناب تشدوها هكا وتطيبوها زيادة. بالحق انا راني بالحق منيش ديما نعمل حاجات صحية، اما نحاول اني نطيب هكا حاجات تنفع البدن وتقلل من فيخ اللي في الكرش والقلق اللي في الكرش، وبالحق تبدا ماكل حاجه هكا تدخلك لبدنك حاجه تنفع بدنك وما تقلقكش، وراهو خفيف على الاخر وبنين بالحق معناتها حتى كي طيبوه راهو بنين على الاخر. تنجموا تحشيوه هكا كعبة مركز سلطة جبن، تنجموا تعملوا زيدك الشباتي من داخل هريسة وطن وجبن وسلايد زيتون اللي هو تنجم زيد تاكلوه بأي حاجة فهمتوا. بالحق أنا عملته وما ندمتش، وباش نولي ديما نعمله. تقعدوا تطيبوها بالباهي باش ما تجيكمش نية من داخل.
وعادي على الاخر راهو اذا كان شفتوا الخبزه هكا تحلت تقوش عليكم حليتوها هكا من الداخل راهي عادي على الاخر. ديجا هي معناتها السخانه اللي فيها باش تلقاها حاضره معناتها محلوله او حاضره. وهكا خبيزينا تابو ما ياخذوش منكم حتى وقت ورسيت ياسر سهله. فوالا تابو الخبيزات.